الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أسأل الله تعالى أن يجعلنا رحمة للعالمين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وكما بعثه ربه جل وعلا رحمة للعالمين. هذه وظيفة المؤمن الموحد، أن ينشر الرحمة وأن يكون رحمة في الأرض حتى يرحم إن شاء الله تعالى في الأرض ويوم العرض على الرب جل وعلا. أزف إلى كل الأحبة بشريات تتوالى علينا بفضل المنان سبحانه وتعالى. أزف إليهم كثيرا من الخيرات التي حبانا الله بها جل وعلا. إنه المنعم والمتفضل سبحانه، إنه الله الذي يعطي عطاء بلا حساب. مهما أراد بك الكائدون والماكرون أن يأخذوا منك فإن الله يعطيك أضعاف أضعاف ما أرادوا سلبه، وهذا تقدير من العليم الحكيم جل وعلا. عندما سمع كثير من الإخوة ومن الأخوات ما تعرضنا إليه من لمز وطعن من بعض المغرضين الذين أقول لا علم لهم ولا دراية، وهمهم فقط الحسد وأن يوجهوا سهامهم إلى من حباهم الله تعالى من فضله بالنعم وبالتوفيق وبالمكانة. أقولها نعم، وهذا الكلام يعيه كل متبع لقناتنا بفضل الله جل وعلا. عندما سمع إخوان لنا في الخليج ما جرى في بعض المقاطع من تدليس ومن زور ومن كذب، حيث حرفوها وأولوها ووضعوها على غير موضعها، كان بفضل الله تعالى كانت البشريات حيث توالت علينا الاتصالات الكثيرة من دول كثيرة. هذه الاتصالات أقول حتى من دول أوروبية وغيرها، لكن ما دام الأمر الآن اللي أتكلم فيه له علاقة بالخليج أبقى في هذا الأمر. تحدثت مع كثير من الناس ومن الشخصيات الذين لهم صيت وباع ومكانة بفضل الله سبحانه وتعالى، بعدما بيّنوا لي حبهم لي في الله عز وجل ومتابعتهم لقناتي بفضل الله سبحانه وتعالى، واتضح لهم الأمر جليا أننا على السنة وأن فضل الله عز وجل على الجادة. قرروا التالي، قرروا ما سأقول. كانت الاستشارات ولا زالت إلى الآن، هذه كلها فقط استشارات لكن إن شاء الله تكون في خير، إن شاء الله ستطبق. ناقشوا معي فيديو رأوه سميته إنشاء قناة فضائية، فقالوا لي لما لا تنشئها؟ قلت لهم العراقيل التي تواجهوني في ذلك، فوضعنا نقاطا حتى تكون بفضل الله سبحانه وتعالى. وناقشوا معي مسألة المركز الأول والثاني وكيفية العلاج في المغرب، فأمدوني بعض المعلومات عندهم في الخليج وفي دولتهم خاصة، فقالوا لما لا يكون مركز كبير يعني يجمع تخصصات كثيرة ومن جملتها الرقية الشرعية وفق أصول كما تعمل أنت. قلت خير إن شاء الله تعالى. قلت كيف؟ قالوا نحن ممكن أن نساعدك بالمال ونساعدك كذلك بالمسائل الإدارية نظرا لأن المسؤولين ونعرف لنا اتصالات بالدول. قلت خير إن شاء الله تعالى. فكانت إن شاء الله البشرى بفضل الله تعالى الموافقة المبدئية، وأسأل الله تعالى أن ييسر في هذه الخطوة حيث يكون عندنا مصحة كبيرة كما ترى الآن على العيادات كبيرة كالكلينيكات وكذا، فإن شاء الله تعالى تكون هذه المصحة كبيرة، وإن شاء الله تعالى نعمل على أن نسير الرقية الشرعية
على أصول علمية وطرق شرعية، لكن في مسلك آخر ثاني. هذه البشرى الأولى. البشرى الثانية هي أقول نظرا لكثرة الاتصالات المتالية من جميع أنحاء العالم، ونظرا لكثرة الإخوة والأخوات الذين يتوافدون من جميع الأقطار، وحتى الإخوة الذين في المغرب، ونظرا لأني لا أجيب على الهاتف وحتى الهواتف طوال اليوم بفضل الله تعالى هناك عيننا من يجيب عليه، ومع ذلك يجدون يعني ثقا في الإجابة على جميع الاتصالات والرسائل. فإني قررت بفضل الله تعالى، وهذا كان تنسيق مع بعض الإخوة الرقاة إن شاء الله التي عينتهم ورأيت فيهم الصلاح، ورأيت أنهم إن شاء الله تعالى يقدرون على حمل هذه المسؤولية. كانت الاتصالات وجلست مع بعض الإخوة إن شاء الله تعالى، وابتداء إن شاء الله تعالى من الأيام القادمة سوف يبدأون إن شاء الله تعالى في مزاولة نشاط الرقية الشرعية معي تبعا لي بفضل الله تعالى. وسوف يعني المركز الأول يكون فيه رقاه، والمركز الثاني هذا يبقى أنا ومن أمارس فيه الرقية إن شاء الله وزود فيه الرقية الشرعية. وإن شاء الله جل وعلا كذلك المراكز الفروع سوف نعمل على فروع قريبة من بعضها البعض إن شاء الله جل وعلا، بحيث إن شاء الله تعالى قلت في تطوان سيكون بإذن الله تعالى مركز، وكذلك إن شاء الله تعالى في مدينة أكادير. فهذه خطوات أقولها وبالله التوفيق. وأنا أعمل الآن وأقولها وبالله وتالله أن معظم الناس الذين يأتون من لا يستطيع أن يدفع فمرحبا، نغلق الباب على الدجالين، على السحرة، وعلى مدعي الرقية الشرعية. وما من حجة وما من شبهة إلا ونرد عليها بالعلم الشرعي، ليعلم الجميع وكل إنسان له عقل وله قلب وله فطرة صحيحة. الإنسان هو يعرف الأدلة ويعرف الشيء الصحيح من الشيء الفاسد. فالحمد لله تعالى ما من إنسان يأتي إلى الرقية إلا ويزكيها، ما من إنسان يأتي إلى الرقية أتوا إليها مشايخ، أتوا إليها دعاة، أتوا إلى طلبة علم فحضروا إلى الرقية. بل أقول حضر عندي كثير من الرقاة، والله الذي لا إله إلا هو، حضر عندي كثير من الرقاة من جميع أنحاء العالم، من بريطانيا، من تونس، من جميع أنحاء الدول، أتوا إلينا بفضل تعالى وجلسوا ورأوا رقيتنا سواء الفردية أو الجماعية وأقروها وزكوها بفضل الله سبحانه وتعالى. إضافة إلى شيء آخر بفضل الله سبحانه وتعالى، أن معظم الناس الذين يأتون من دول السعودية أو الإمارات، أو يأتون من دول الخليج أو حتى أوروبا، فإن معظم من يرسلهم هم أئمة بفضل الله سبحانه وتعالى وإخوة أو دعاة في تلك البلدان، فيزكوننا بفضل الله عز وجل ثم يرسلهم، وتكون بفضل الله عز وجل يكون عند حسن الظن، ونسأل الله تعالى أن نكون كذلك عند حسن الظن بفضل الله سبحانه وتعالى. هذه بشريات. في بشرى أخرى أقولها وبالله التوفيق، هي ما سوف أعرضه عليكم إن شاء الله جل وعلا. يعني رأيت أن بعض الإخوة يريدون أن يصطادوا في الماء العكر، ويريدون أن يقعوا على جرح لي، لكن بفضل تعالى أقول الحمد لله رب العالمين، الله وفقنا، والذي يوفقه الله عز وجل من ذا الذي يخذله. هناك حالات لإخوة قالوا أننا سجلناها بغير إذنها، وأنا سأعرض عليكم بفضل تعالى، لكن حتى لا يقول قائل التسجيل عن بعد، لكن فقط سمع الصوت وما قيل. وهذه الرقية كلها سوف تعرض إن شاء الله تعالى، وسجلناها بطريقة جيدة حتى تعرض على مسامعكم وتشاهدونها لأخوات يشهدن بما يعني يرون في الرقية الشرعية، وكيف تزاول الرقية الشرعية، وكيف يكون وقع الآيات والفرضية والجماعية إن شاء الله تعالى. كذلك إن شاء الله تعالى سجلنا وسنسجل جميع الأخوات اللواتي ظهرن عندنا في قناتنا، كلهن يظهرن إن شاء الله جل وعلا ويبدين اعترافا وشهادة على أننا سجلناه بإذنهم. شيء آخر أن ربط الاتصال ببعض الأخوات في دول أوروبا، حيث بقي حتى في أمريكا بقي عندي أرقام هواتفهم، فاتصلنا بهم سبحان ربي العظيم، فأبدوا أنهم موافقات على أن يرسلن اعترافات بفضل الله عز وجل، يرسلن اعترافات لنا. بل إن بعض الأزواج قالوا لي إذا ما أردتنا أن نحضر كي نسجل لك اعترافا فإن مستعدون أن نأخذ الطائرة ونأتي. فقلت لا تحملوا هم هذا، فقط سجلوا وأرسلوا لنا الاعتراف بإذن المولى سبحانه وتعالى، وهذا يكفي. فأقول بالله التوفيق. مسألة حتى أرد هذه الشبهة، مسألة تسجيل الأخوات، فإن كثير من الناس يرون في مقاطعنا أن المحارم سواء أخ أو أخت أو الأب إما يسمع صوته داخل القاعة وإما يرى، وهو يكون موافق على التسجيل، أو نسجل كذلك حالات في البيوت وتكون وسط العائلة، والعائلة تكون موافقة على التسجيل. لكن هناك من يريد أن يثير فتن
أو يزرع شكوكا وظنونا حتى يصرف الناس، وأقول له اتق الله تعالى، فإن بهذا أنت تكسب إثما ونحن نكسب أجرا وأجرة. طيب حتى تسمعها، أنت تكسب إثما ونحن نكسب أجرا وأجرة. افهم جيدا. خلاص، أنا أتكلم بالوضوح، يعني أنا لا أفرض أجرة على أحد، لكن رزق الله يأتيني. عندما نفكر في الآخرة فإن حتى الدنيا تأتي. عندما يكون فكرك في الآخرة ومساعدة الناس وإدخال البهجة والسرور، فإن لا شك أن الله تعالى يضيع أجرك، سواء أجرا ثوابا وحتى أجرا ماديا، إن وفق الله تعالى وأرضى الله بك هذا. فطيب، حتى نكون على يعني واضحين ونسير في طريق صحيح. فإذا أردت الوصول إلى الله عز وجل فلا تسير في طرق ملتوية، فاسلك طريقا مستقيما وكون على بصيرة وجادة. الذين بشرى أخرى أقولها للإخوة والأخوات إن شاء الله جل وعلا، أننا قررنا أن نفتح المجال للأخوات حتى يتعلمن الرقية الشرعية، ونظرا لكثرة الأسئلة التي أسأل في هذا المجال. وكان اليوم كنت خصصت تقريبا أكثر من نصف ساعة حول التكلم في هذه المسألة مع إجابة عن بعض الأسئلة. يعني بينت للأخوات أن الأخت ممكن أن تكون إن شاء الله أن ترقي نفسها وترقي جيرانها ومحارمها وإخوانها وترقي من تستطيع أن ترقيه. وبينت لهم وأصلت لهم الفرق بين رقية الرجل ورقية المرأة، والشدة عند الرجل وعند المرأة، وبينت أشياء وأحكام لها علاقة بهذا الشيء. لكن أريد أن أفتح المجال أن هذا المركز، أنا أعود دائما إلى ما قلت بداية. كنت عندما بدأت في تأسيس هذا المركز كانت نيتي، وقلتها في فيديو، أننا ننشئه كذلك من أجل تهيئ رقاة شرعيين، وإن شاء الله جل وعلا حتى الأخوات يسرن إن شاء الله تعالى يرقين، لما لا؟ وهذا شيء محمود، بل إن الأخوات يرقين الأخوات أفضل من أن يرقين الرجال، إلا في حالات مستعصية تستعصي عليها، بالتالي إن شاء الله تعالى يساعدها راق في تلك الحالة. فالأخوات التي ترى في نفسها أنها مستعدة إن شاء الله تعالى لتعلم الرقية الشرعية، فإن شاء الله ستكون دورات بإذن الله تعالى في هذا المركز إن شاء الله جل وعلا. دورات تكون نظرية وكذلك نظرات تطبيقية بإذن الله تعالى، حيث تعمل الأخت أمامي على بعدما يعني تكون مراحل، عندما تنجح في المراحل وتأتي إلى يعني التطبيق، تبدأ في يعني أمامي في سؤال الحالة ويعني تشخيصها ثم رقيتها، وأرى إن شاء الله وأصوبها في الأخطاء وكذا وكذا، فتبقى على هذا إن شاء الله، تبقى مجموعة على هذا الحال حتى إن شاء الله تعالى تأخذ إن شاء الله الكفاءة والشهادة بإذن الله جل وعلا. طيب، أقول بلا توفيق تسمعون إلى بعض التسجيلات التي سجلتها الأخوات إن شاء الله تعالى. بسم الله. إن شاء الله تعالى يعني قررت أن أظهر يعني شهادات لأخوات يعني يتعالجن عندنا في مركز اللغة المغربية الشرعية، وسوف يكون يعني الأسئلة يعني نركز إن شاء الله تعالى حول مسألة بعض الشبه أثارها بعض الرقاة هداهم الله عز وجل. يعني منها أننا نسجل الأخوات، يعني هذا التسجيل قصدت به أن أظهر ردا لبعض الشبه وما يقال عنا في الفيسبوك من بعض، أقولها صراحة، الناس ما استطاعوا أن ينجحوا في الرقية وما استطاعوا أن ينجحوا في شيء، فقط حتى يشار إليهم صاروا ينعتون الناس بالسلبيات، وقالوا لي وللأسف الشديد نحاربك لأنك أردت أن تكون نصبت نفسك إماما على الرقاة. والله المستعان. بل اليوم سأقول لكم شيء، وصلتني رسالة في الجوال، أحدهم ألف اليوم جعل فيديو بالمونتاج وكذا وضعه، فأرسل لي خذ فنجان من القهوة وشاهد هذا الفيديو في حقك، وسأظهر لكم الرسالة هي على الجوال. سبحان ربي العظيم. الله المستعان. وهذا هو المدعو عبد العال، يعني أرسلها، ولما دخلت وجدت الفيديو عنده، ما وجدته على اليوتيوب لأنه غير مشهور وغير معروف أصلا، الفيديو غير معروف، فوجدته على صفحته. طيب، معك التسجيل صح؟ اسمعوا إخوان، اسمعوا بارك الله فيكم. صح؟ يعني خذ الموافقة صراحة. طيب الحمد لله. طيب أنت من خلال التي عايشتي معنا في الروضة، الله المستعان، هل يعني سمعتي أننا نسجل أخوات يعني من خلال الكلام التي يتبادل بينكم، يعني هل سمعتي أن أخت قالت أني سجلتها في غيبتها أو عرفت شيئا يعني أو يعني كان شيء مخل بالأدب أو يعني بأحكام الشرع في الرقية؟ لا بالعكس، أنا مواظب على. سمعوا شهادة الأخت بارك الله فيك. الحمد لله. والحمد لله
سمعت الا الخير، والا ما كانش غادي يجيو الناس من انا وحده من الناس اللي جايه من بلاصه بعيده. هذه أختي من أوروبا كذلك. انا اختاريت اسمعوا بارك الله فيكم. راقي اللي شفت ان وسولت وجلست مع الناس اللي كيتعالجوا شحال هما ازمات كيتعالجوا حتى هما مواظبين على الرقيه، وسولتهم وسمعت انا الراي ديالهم في الشيخ، ومن بعد انا شفت داكشي، انا عشت داكشي وشفته. اي نعم الحمد لله. ما شفتش شي حاجه اللي يعني لاحظتي ان اخوات انت عشتي مع بعض الاخوات ربما انا سجلت حالهم يعني بإذنهم يعني موافقتهم. الأخت تقول على أنها أتت من أوروبا، ولما سمعت الناس الآن لما دخلت إلى المركز تسمع الناس يحدثون علينا خيرا وشاهد كل خير. وأنا تعمدت أن أسألها شاهدت أخوات ربما يحضرن الرقية وسجلت حالتهم، أو تسمع أنهم قالت سجلني وكذا، هل كانت بموافقة؟ تقول نعم سجلتهم لكن كانت بموافقتهن، حتى تعلموا يعني هذه أشياء واضحة سبحان الله العظيم. وعندي شهد كثيرة جدا جدا إن شاء الله أرجو عليكم. الحمد لله. يعني تكلم معك قال الشيخ تسجيل أو كذا أو جلسة فكان بإذنه يعني. لعل قائل يقول أن ربما أنا أتيت به كي تشهد، لأن هذا ربما يفرق. أي نعم بعض صح. أي صح نعم والله. وليس كالنحلة تقع على الطيب يعني هو نعم الله المستعان. التلمس. وظف نفسه من قصد القدح والسب والسلب سبحان الله. أصلا بالشرع. نعم سبحان الله. يعني ويقعون في الكذب وفي البهتان، لكن هذه شهادة حية. أي نعم. والغريب أننا عرضنا كم شهادة. والغريب أن أي صح. والمنصف أقول والإخوة يرون هذا، المنصف يرى أن ما وضعوا شيئا على قناتهم وما استطاعوا أن يأتوا بجديد لا في الرقية ولا في السحر ولا في الاستخراج، حتى قالوا أني أنا من يجعل الأصحاب. يعني في التوكال والاستفراغ رأوا بأم أعينهم كيف الجن يخرج مع الاستفراغ ويخرج شعرا وخيوطا وأوراقا. رأينا بفضل تعالى الأسحار كيف استخرجت أشياء كثيرة. في الجن كيف خرج كم من جني في عوجاج في القدم عوج في اليد. رأوا بفضل تعالى الرقية الصوتية الحمد لله، صوتيات في الظلم في الحسد في العين في العشق. رأوا كل هذه الخيرات ويريدون أن يسقطوا يعني رأسهم فقط في إذا ما وجدوا يعني شيء وحلا أو طينا أو وجدوا سوادا، يعني يريدون أن يأخذوا بالمنقاش ليشهروا، ولكن بفضل الله تعالى حجتهم ضاحية عند ربهم. أي اسمعون الله أكبر. إن كان تسجيل أظهرت قبل التسجيل أن الأخ أو الأخت الأخ الأخوات أتكلم معها وأنا أتعمد أتكلم معها وفي وعيها حتى يعلموا. أي نعم صح. أنها قبل أن تصل في غيبوبة. الفقر يفهم هذا، أنا أتعمد أتكلم معها قبل أن تصل في غيبوبة حتى يعرف. لكن سبحان الله. إن صوت الأخ أو الأخت أو أحد من الأقارب يعني هذا يدل على أن وجود أحد. أي نعم سبحان ربي العظيم. يعني وجود أحد من عائلتها. سبحان الله. فهذا الشيء يعني لاحظوا كم من تسجيل كان في حضور والد المريضة أو في بيتي. هناك عندنا في الفيديوهات في بيوت الناس تسجلنا. أي صح. الإشكال الذي يحس في أنفسهم وأنا أقوله صراحة أنه نقطة مهمة هذه. أقولها لله صراحة. صح. ما استطاعوا لأشياء. أول شيء أن فضل تعالى ما يستطيع أن يظهر شيء يسجله ما في تأثير. أي صح نعم. رقيتهم ضعيفة صراحة. والإخوة الذين يأتون عندي وعندي شهادة على هذا ما عندهم نتيجة، فقط بالضرب أو أشياء. قبول تجاوبنا بين المريض والمعالج. نعم. لو كان هناك حب ومحبة وأخوة يعني الحمد لله ما من أخت فرق أنها لا تفوز. صح نعم والله العظيم جزاهم الله خير. أي أخت أطلب منها التسجيل تقول نعم. ونقول والله الكلام الذي يشاع ويقال ليس بنصر الله تعالى وإنما هذا من أجل الدرهم والدينار. أي نعم من أجل الدرهم والدينار. ليست ننصح الله يأتوا عندك إذا كان حقا على الحق. إذا كانوا على الحق يأتوا عندك أو يبحثوا عنك في الله عز وجل ويأخذ مسافة طائرة أو قطار ويأتي عندك ينفق المال من أجل نصيحة وليس تشهيرا من أجل التنقيص فقط. سبحان الله. الأشياء الشرعية ظاهرة. نعم صح. صراحة يعني أشياء لو أنه وضعوها في النكت أو في الأحداث كانت ربما أجدر أن تصدر منها وتسلم ويستخدم عصر الله. أي شيء مؤسف الموذرة هذا، ولكن الواقع حتى ما هذا سامحون، ولكن حتى يعلم الجميع. فالحمد لله الناس يعرفون القدر وما فضل تعالى ويأتون كل يوم، والحمد لله أن نجد الناس ينتظرون والحمد لله، وأشياء كثيرة كثيرة الحمد لله. داعي ذكريا الأخوات ربما هن يتكلمن بهذا، لكن سبحان الله العظيم والله ونكون مخلصين الحمد لله، ونزكي أنفسنا في رقة الناس وننسى كل شيء، يعني نتعامل مع الحالة نشفق على الناس. نحن مستعدين على أن نسجل أكثر فأكثر والحمد لله.
أي نعم، أنصحكم أن تزدادوا في الحسن وفي إظهار شبه أو شيء حتى نرد والأخوات يسجلن سمع. نعم اسمع. هذه الأخت قالت كلمة مهمة جدا والله العظيم، وما قلت يعني ما أحد يقول اصدقوني والله ما أقول لهم شو تقولوا أو شيء، هم يتكلمون بعفوية يعني تلقائية. قالت الأخ لا يرقي فقط، لا يهدي فقط الجن وإنما يهدي حتى الإنس، وهم يشاهدون هذا. كيف أعظهم، كيف أبين لهم أرغبهم. كم من أخت عندنا الحمد لله التزمت بالحجاب بالنقاب بالصلاة بالقيام والله العظيم. وكم من أختي الحمد لله رب العالمين يعني لما يقول الجني لن تستطيع أن تواصل عندك العلاج لأن ليس لها المال، وبهذا سوف تذهب أقول لها كل شيء على حسابنا وتبقى. اليوم والله العظيم يقول لي حتى كانت سوف لن تتزوج وكانت تحمل هم كيف تأتي تدفع المال للرقية، وساعدتها وقلت له كل شيء مجانا، كل شيء مجانا، وصار يشتكي. هي أقول عائشة هذه جنية. فسبحان ربي العظيم يعني ما شاء الله. والله يشهد أنا أقولها لله تعالى، أنا والله الذي ربما أقولها يأمون بالكذب. أنا أقول أنا لا أفكر في المال لكن المال يأتيني. أي نعم والله نقولها، والله لا أفكر فيه ويأتيني الحمد لله رب العالمين. لكن المال يأتيني الحمد لله عندما لا أجعل المال همي ولله الحمد. والله العظيم الحمد لله. وننفق في سبيل الله عز وجل لا نقول رياء، وإنما لأن في ناس يحتاجون حقا ليس على الرقية وحتى يحتاجون حتى المال، ربما تساعدهم بالرقية وتساعدهم بالمال. الله المستعان. نعم صح. حسبي الله ونعم الوكيل. فقالوا كيف بالأشياء وضعها صار عنده سيارة بيت مركز يعني أمسك الناس على أي نعم صح. والله أتأسف في هذا صراحة. والله أي صح. نقول نقطة، عندي فيديوهات كثيرة أورد لكم فيديو آخر. مسألة هذه المسألة مهمة جدا، وهي أنني عندما رأوا هذا المركز بهذا الشكل الحمد لله جيد جميل وفق معايير الحمد لله حديثة جدا، الكل يستحسنه ويحبه عندما يأتي، لا في الرقية الشرعية لا في الحجامة لا في الاستقبال لا في الأشياء الأخرى يعني جيد. عندما رأوا بفضل الله تعالى يعني سبحان ربي العظيم غيروا الوجهة وصاروا يرموننا بالأباطيل. قالوا كيف يعقل أن يكون راق عنده كل هذا. سبحان الله. حتى أحدهم يعني قال أن مسألة الشركة وهذه فقط يعني كأنه. طيب بالنسبة لأختي ربما سجلت معك فيديو واحد أو اثنان. فيديو واحد الرقية. اسمع. طيب سجلنا فيديو في الرقية. الأخت تقر على أن سجلت معها فيديو في الرقية وفيديو في الحجامة. اسمع. بالنسبة في الحجامة يعني سجلنا صوتها. فيديو في الحجامة يحتمل سجلنا فيه. كان صوتي فقط. نعم. حتى الصوت أخذ الإذن صح؟ نعم لأن فردية أخذنا الإذن في الصوت. يعني بعض الأخت في الفيسبوك قالت سمعت صوتي مع الجماعية، اسمعوا ردي عليها وعلى جميع الأخوات اسمعوا. ويعترف بأشياء لكن ربما يسأل ربما هناك تسجيلات صوتية جماعة. نعم. فأنا أعطي فرصة حتى الأخوات الموجودة في الرقية الجماعية من أراد تسجل فلا يعيب عليه الإنسان إذا سجلت أنا، فكل من يحضر له يعني صلاحية أن يسجل الرقية الموجودة جماعة، فإني لا أحجر على الناس حتى لا يحاجني أحد يقول تسجل جماعة، فإذا ما سجلت جماعة فإني أأذن للناس كذلك يسجلوا جماعة، وربما الناس خارج المركز الأول كانوا يسجلوا من خارج جماعة. سبحان الله الحمد لله. في ناس يأتون فقط يسجلوا جماعية من خارج يعني في المركز الأول ماذا لا يستطيعون، فكانوا يعني يذهبون بهذا الرقية لعائلتهم وكذا. سبحان الله يعني الرقية تلقى قبولا. والله كنت أخرج والله يشهد الإخوة الأخوات. أي نعم. أي نعم. هناك بعض الحالات هي من تطلب منك تسجيل أو تريد تسجيل كي تذهب. والله أنا لما أخرج من المركز الأول خاصة في الجماعية والله إني أقول في نفسي إنها فتنة للتابع والمتبوع. لماذا؟ أرى نفسي الكل حولي يعني جماعات كثيرة جدا جدا والله يعني إخوة لا نحسبهم على صلاح، ويأتي عندك إخوة ما شاء الله وفي مستوى عالي وما كان في الدولة أو في بلدتهم أو والعناق والتقبيل والاحترام لأنهم يرون ما سمعوا وشاهدوا ورأوا. ولكن ترى ناس سبحان الله ماذا أقول
سبحان الله، كل عبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، نسأل الله يهدينا ويهديهم. هذا ما أقول. وهناك كذلك بعض الحالات تأتي من